إذا رجعنا من جهة المستمعين الأوفياء غادي ناخذوا لحظة طاليس سكيزوفرين وسعداء جدا معنا في الحلقة ديال اليوم. يكون معنا إن شاء الله متواجد في الاستوديو ونتكلموا معاه يعني على طريقة الاشتغال ديالو أكثر ونقدروا كذلك نتعرفوا عليه أكثر. واش نقولوا ليه سكيزوفرين ولا نقول ليه رضوان أسرموح؟ رضوان أسرموح سكيزوفرين هي برنامج ونقولوا رضوان. يلا رضوان مرحبا بك. السلام عليكم. لاباس عليك؟ كي دايرين؟ بخير. كي داير خويا طاليس؟ خويا زهير بخير كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ الله يحفظكم. الله يحفظك. ياك ما شديناك على شي فيديو كتصور ولا شي حاجه؟ لا يلاه لقيتوني كندير عليكم فيديو نيت على حساب نيت الله يكبر بك. واحد القضيه وحق الله العظيم الا في رضوان تيغامر في شي حوايج. ايوا لا لا لدرجه انه زعما نقول لك واحد القضيه كيخافوا منه كاع والله بلا ما طالب بلا ما نقولوا صفه ولا ديك اقول لها اصحاب يعني انه ايوا وتكمل لي ميتو اسكت وي خوتي. بغينا نتعرفوا على طريقه الاشتغال بعدا كيفاش جات. مرحبا بعدا بغيت نغتنم الفرصه قبل من ندخلوا في الموضوع. بغيت نتوجه يعني كنترحموا جميعا على الفقيد ديالنا السي هشام تيكوت الله يرحمه، وكنطلب من جميع الجماهير المغربيه تدعم معاه وتصبر العائله ديالو. فاحنا فقدنا يعني فنان يلاه بدا في المشوار ديالو باقي ما شبعناش منه، ولكن عطى الكثير في هذه الفتره القليله اللي عرفوه الجماهير. عطى الكثير، عطى الابتسامه، عطى بزاف ديال الحوايج. كنترحموا عليه في هذا النهار وكنطلبوا ليه المغفره ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا كنشكروك رضوان لانك يعني كنتي يعني من الناس الاولين اللي كانوا في يعني في المنزل يعني ديال تيكوت الله يرحمه، وكنتي كتوافي الاب ديالو، كنتي كتوافي الاخوه ديالو يعني حتى المراسم ديال الدفن وكذا. فانا كنشكر كاع الناس اللي هما حضروا يعني من المقربين ديال تيكوت. الحمد لله. مرحبا بك رضوان. الله يخطيكم خويا طاليس خويا زهير. قول لي اخويا كيفاش جات الفكره؟ واش اش نقول لك بالنسبه لك كان احتياج وكانت مساله ضروريه ما قدرتيش انك تسكت ولقيتي باللي الدافع هو ان يعني لقيتي الحل هو انك دير فيديو وتبدا تنزل في يعني في الفيسبوك؟ واخا نبدا كما كيقولوا من الاول. فكاين الناس اللي مازال ما كتعرفش بان يعني كنا مشاركين في برنامج كوميديان واسماعيل في 2010. كاين الناس اللي عرفات بان حتى السكيزوفرين من بعد ما كتشوف فيديوهات كتقول واش انت هو اللي كنتي هو انت. المهم الفتره ديال الكوميديا ما كنتش لاقي الستيل ديالي، ما كنحس بانني كندير هي فكاهه مزيانه ماشي هو الواحد يكون مرتاح في داكشي اللي كيدير. كانت عندي الفكره من مورا كوميديا كنقول ندير شي برنامج بوحدي مع اسماعيل عنده ظروف ديالو حتى هو ما بقاش بغى يعني يدخل في هذا المجال الفني، تزوج صافي الله يسهل عليه والله يزوج الجميع قلب عليا. لا باقي كنتلاقى انا وياه وبطبيعه الحال كيعاوني في البرنامج. قلب عليك في الفن رضوان الله يهديك. لا حيت شحال من واحد قال لك تخاصمتو، شحال من واحد قال لك تخاصمتو. قلب عليك المراه هي الاولى والدار راك عارف. قال لي صافي الاخ ديالي قال لي علاش ما ديرش شي برنامج ديالك. وبمناسبه الاخ ديالي هو اللي كيعاوني عبد الحق الصغير، هو اللي كيعاوني في الكتابه وكيعاوني بزاف ديال الافكار في البرنامج. قال ليش ما ديرش شي برنامج ديالك؟ بقينا تقريبا شي عام وحنا كنفكروا كيفاش غنخرجوه، كيفاش السميه، كيفاش لو كادر ديالو، كيفاش. وانا بطبيعتي كنهضر ديريكت مع صحابي في الحياه. راه طاليس راه ديجا تلاقينا وخدمنا، راه عارف كيفاش داير يعني الشخصيه ديالي عندي ديريكت. قلت لك كنت غندخل برنامج يعني كنا غنديروا داكشي ديال كما كيقولوا لغه الخشب. فالجمهور الحمد لله واعي، حيت الانترنت ماشي بحال التلفازه ممكن تفرض عليك، ممكن انت مريح وهاد الحاجه ما عجبكش انت كتفرج فيها. الانترنت انت اللي عندك لو شوا، انت اللي كتمشي تختار، انت اللي كتمشي يعني البرنامج اللي كانش المنتوج مزيان وكانت فيه مصداقيه وكانت فيه ثقه وكانت فيه مواضيع اللي الناس اللي كتختارها يعني بحال نقولوا كتهضر بلسان الشعب، واخا ما يمكنش تهضر بلسان كلشي، ولكن على الاقل واحد الاقليه ولا واحد اغلبيه على حساب المستوى ديالك انت وعلى حساب لا ريشيرش ديالك في الموضوع. فجات الفكره ديال سكيزوفرين. قلنا اول حلقه باش غنبداوها كان الاختيار من الجمهور بطبيعه الحال الشخصيه الاولى اللي كانت رئيس الحكومه بن كيران. وما كيعنيش اننا ملي كنديروا شي موضوع يعني اننا ضد داك الشخص، فعمرنا ما ناقشنا الشخصيه بحد ذاتها يعني كي داير كي يلبس يعني العمل كتناقشوا في داك الشيء اللي من حقك تناقشوا كواحد من الشعب. فانا ما كنهضرش كانيماتور ولا كشي فنان، كنهضر قول لي يا رضوان علاش اختاريتو سكيزوفرين؟ علاش التسميه ديال سكيزوفرين فهو مرض الله ينجينا ونجيكم بعدا منه.
سميتو كاين اللي كيسمع سكيزوفرين كيقول تناقض، كيقول انفصام الشخصيه، فهمتي. هو واخا كاين خطا، حيت سكيزوفرين مرض اخر ما عندوش علاقه بهذه المساله هذه، ولكن بما ان كاع الناس عندهم هذه الفكره هذه ديال انه تناقض، فجات السميه ديال سكيزو. وسكيزو ساهله شويه، يا اما تقول سكيزوفرين يا اما سكيزو صافي. وما عرفتش تجيني بحال حلوه في اللسان. يعني الشكل اللي كتخدم به يعني رضوان بعيد على لي بودكاست شويه، انت كتاخذ فيديو يعني من نون ستوب من الاول يعني حتى الاخر. كيفاش يعني الجانب التقني واش ما عندكش فيه مشكل؟ المشكل فين كيكون في الخدمه. لا في الاول كانت عندنا صعوبات في الاول الكاميرا فهمتي. يعني غنقول لك باش كدير موضوع مثلا، نقولوا حنا تهضر على موضوع على شخصيه، خاصك دير واحد البحث اللي كبير وكبير بزاف. مثلا نقولوا حنا مثلا ندير انا طاليس مثلا. نعم. الا بغيت ندير طاليس خاصني نمشي نقلب على الفيديوهات ديالو كاملين اللي كاينين في الانترنت. لا غنجي عندك هذه ما فيها راه النمره عندك الواتساب. فوالا غنمشي نقلب على الفيديوهات، غنقلب على لي زارتيكل اللي كاينين. ولكن هادشي بطبيعه الحال تيطلبوا الجمهور، ما نوضش انا بعشوائيه طاليس اولا البسطاوي الله يرحمه، ولا ماشي انا اللي كنختار. حيت الا جيت انا كنختار كنتسمى كنهاجم. كتنوض كدير واحد البحث كبير، كتقرا عليه، تقطع عليه فيديو كذا، هذه من التالي عاد تمشي تشوف فيديوهات مثلا ديال كيما كيقولوا ميطرين افيهات. وي شنو رايك رضوان يعني في بعض الناس اللي كيهز حتى هو كاميرا وكيبدا يصور راسو في شي بلاصه وكيبدا كيف ما كنقول حنا كيبدا يتيري في عباد الله بدون علم، وكيبدا يعني يسب ويقذف ويدير شي حويجات، وربما يبدا يدخل لك في الدين ولا علاقه له بالدين، وبدا يحلل وبدا يحرم. فهادو ربما يعني الشكل اللي بغيتو يعني تمشيو به في المغرب، ربما هاد الناس هادو شويه يخلقوا لكم مشاكل، ان غيجمعوكم كاين اللي غيجمعوكم بقصه وحده. لا ولا اللي بغا كيهز فيديو كاميرا ويبدا يصور ويبدا يقول اللي بغا. هو الناس كتفرق كما قلت لك. الجمهور الحمد لله الجمهور المغربي راه ذكي، راه كيعرف شكون اللي داير وشكون اللي ما دايرش. راه كتبان لك من الناحيه ديال التتبع والمشاهدات وبزاف ديال الحوايج. انا ضد هذه المساله اللي قلت انت ديال شي واحد كيهز كاميرا كما قلتي وكيبقى يتيري. اول حاجه موضوع ماشي ديال الراي العام، موضوع ما غاديش يفيد حتى شي واحد في المجتمع، وربما تصفيه حسابات، وكيكون القذف او لا تصفيه حسابات كما قلتي، والقذف والسب. فهذا ماشي مستوى، حيت راه كيتفرجوا الدراري الصغار والكبار وباك امك. فهمتي. خاص الانسان يعرف شنو كيقول ويعرف شنو كيخرج على فمو ويعرف شنو يناقش بعدا. وي خويا. نعم. واش ما عمرك لقيتي شي مشكل من نهار بديتي دير الفيديوهات في الانترنت؟ شنو بغيتي الصراحه؟ مشاكل من حيت فهمتي كاين انواع من كل من هي ناحيه. لا ما يمكنش سينو غنكون كما كيقولوا كنافق. لا كاين مشاكل، كاين بالعربيه تعرف تهديدات. لا عادي. شوف ما كنناقشهاش كاع، كنقول عادي مادام انا اختاريت هاد الطريق الا وكاين صعوبات صافي. ماشي بارك الله عليك رضوان، ما عندي ما يسالك، ونتمنى ان شاء الله تكون حاضر معنا في شي حلقه، في الحلقه ديال اليوم، في شي حلقه ان شاء الله مستقبلا. وانا غندير لك بلاد سكيزو غوبا سبيريت، ربما قرابين لو ستيل اللي انت كتخدم عليه رضوان. بصح الله يحفظك. شكرا طالي، شكرا خويا. الله يحفظك. الله يخليكم. الله يبارك فيك. الى اللقاء. بلاد سكيزو.